ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم بقى في طبق البانيه المشوي القمر ده؟ شويه بانيه مشوي تحفه وزبده مستوي ودايب كده، وتتبيلته يعني مخليه طعمه بجد زي العسل. كفايه بقى بانيه مقلي وزيت كتير ودهون. خلينا نعمل كده اكله صحيه وخفيفه من غير زيوت، وفي نفس الوقت مشبعه ولذيذه جدا، مع شويه رز اصفر مفلفل كده وطبق سلطه، ووجبة مشبعة ولذيذة بجد. يلا بقى حطوا لايك للبانيه الحلو ده، وتعالوا نشوفه هنعمله ازاي ونتبله بالتتبيلة الجميلة اللي تخليه طري معانا وجوسي. اول حاجة البانيه المشوي تكون شريحة البانيه سميكة شوية اكتر من اللي هو المقلي، عشان ما ينشفش معانا، عشان احنا مش هنعمل له كفر ولا حاجة زي المقلي، فعشان ما ينشفش معانا. مغسول كويس قوي وزي الفل ومتصفي وتمام كده. بعد كده هنجهز بقى التتبيلة بتاعتنا. معاه علبة من الزبادي، رشة كده حلوة من الفلفل الأسود، رشة حلوة من بهارات الفراخ، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، نص معلقة كده بابريكا صغيرة، معلقة ملح صغيرة، وعصير ليمونة. الحاجات اللي احنا بنحطها دي اللي هتدي طعم حلو للبانيه بتاعنا. معلقة كبيرة من الخل عشان بتسرع فيه التسوية، ما يكونش ان هو يعني بيشد معانا، والزبادي برضو بيدي طراوة للبانيه بتاعنا. وهنخلط بقى المكونات الحلوة دي كلها كويس اوي، عايزاها كلها تكون يعني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتدخل كلها كده في بعضها في التتبيلة دي. مش عايزين ولا بشر بصل ولا طماطم ولا فلفل ولا اي حاجة، عشان ما يتحرقش معانا البانيه واحنا بنشويه. بعد كده بنزل بالبانيه بغلفه كويس كده من فوق ومن تحت، اتأكد ان كل شرايح البانيه متبلة كويس. وزي ما احنا عارفين اي حاجة بنتبلها يفضل ان هي تقعد فترة طويلة في التتبيلة، يعني لو بيتت ليلة هيكون افضل 3 4 ساعات، لكن لو مستعجلة مش اقل من ساعة. هغطيها وادخلها التلاجة، وسبتها انا عن نفسي سبتها يعني حوالي 4 5 ساعات كده. هنا بقى على ما يعني كان بيتبل قبل ما اشويه، هعمل شوية رز اصفر، وبعدين اثناء ما هو بيتبل نشوي، يعني اثناء ما هو بيتلدن نشوي البانيه بتاعنا. حطيت هنا كده معلقة سمنة ومعلقة زيت سخنوا كده معايا، كنت مقطعة بصلاية كده صغيرة وهشوحها مع ورقتين من اللوري. انا البصل مش هيتحمر ولا هياخد لون معايا، هيدبل بس كده معايا. بعد كده هنزل مكعب من المرقة، بيدي طعم حلو للرز، يعني لو مش حابينه استغنوا عنه. معلقة كده صغيرة من الكركم، ممكن لو عندكم كارت حطوا برضو مع نص معلقة صغيرة. وطبعا كمية الكركم على قد كمية الرز اللي هتعملوه هنا، عشان انا هعمل كوبايتين، لو انتوا هتزودوا عن كده يبقى هتزودي الكركم شوية. بعد كده الرز هنا مغسول ومتصفي، مش منقوع ولا حاجة، ده رز مصري عادي مش رز بسمتي. ورشة كده حلوة من الفلفل الاسود ومعلقتين ملح صغيرين. وهشوح بقى الرز تشويحة كويسة قوي مع الزيت والسمنة والبصل والتوابل، عشان انا عايزة حبات الرز تتغلف بالمادة الدهنية، عشان يكون الرز مفلفل معايا وما يعجنش. فشوحيه كده يعني 3 4 دقايق لغايه ما حبات الرز تسخن كده معاكي، وتحس ان هي خلاص اتشوحت واتغلفت كده بالماده الدهنيه. بعد كده هنزل بالميه اللي هي مقدار الرز، سواء سخنه او ساقعه عادي مش هتفرق. مقدار الرز زي مقدار كده الميه، وهديله تقليبه كده خلاص من فوق لتحت كده، وهغطي عليه لغايه ما ياخد كده غلوتين، ويبدا كده ان هو يغلي معايا بالشكل ده كده. بروح بقى في الخطوة دي معطياله تقليبة كله من فوق لتحت كده، وبروح مهدية عليه النار خالص، وهنقله على عين صغيرة على نار واطية، على نار هادية كده شمعة. ومن وقت للتاني هديله تقليبة كده جنب مني لغاية ما يستوي بقى ويتلدن كده براحته، واكون انا شويت البانيه عشان يكون سخن معايا. بعد كده هجيب طاسة بقى او صينية، بس يفضل تكون حاجة مش بتلزق. هحط كده نص معلقة كده يا ريت سمنة بلدي وزيت كده كويس، او مكعب زبدة مع معلقتين زيت. وهنزل بشرايح البانيه، والطاسة سخنة تكون على نار عالية. والطاسة سخنة ليه بقى؟ عشان انا عايزة قطع الفراخ تقفل المسام بتاعتها عشان ما تنشفش معايا. مش هقلبها غير لما احس ان هي اخدت لون ذهبي كده زي ما انتوا شايفين، ابدأ اقلبها على الناحية التانية.
بتلم شوية هي كده على نفسها، بوسع وبحط تاني معايا في نفس الطاسة. انا هكمل الكمية كلها في نفس الطاسة عشان عايزاه يستوي كله كده مع بعضه وياخد كده من طعم بعض. بعد ما اخد لون كده معايا وبروح مهدية النار، يعني بعد ما تحطي كده البانيه وياخد لون معاكي من الناحيتين بتهدي النار وتغطيه بالغطا عشان يعرق. بصوا انا كنت حطهم الاول اللي اتحمروا كده ركنتهم على جنب وحطيت غيرهم وبقلبهم كل شويه لغايه ما ياخدوا لون معايا، وبعد كده اروح مهديه النار شمعه ومغطياهم بالغطا. لو حسيتي ان الطاسه عندك ناشفه شويه والبانيه ما استواش معاكي، نسميهم كده بمعلقتين كده من الميه او بحته زبده او بحته سمنه صغيره. وهنا من وقت للتاني برضو بديله تقليبة من الناحية دي للناحية دي، وهو البانيه المشوي بيستوي معانا على طول. وخصوصا لو كان هو عندنا في الفريزر وكان متبل قبلها بوقت طويل، واخد وقته كده في التتبيلة، فبيستوي معانا وبيكون زبدة، خصوصا بالتتبيلة الحلوة اللي احنا عاملينها. بعد كده اللي بيستوي معايا بطلعه في طبق جنب مني وبغطيه على طول وهو سخن بورق فويل عشان يعرق معايا، او لو مش موجود ورق فويل باي طبق استانلس او حاجه استانلس تغطيه بيها كده. هنا في نفس الطاسه اللي انا شويت فيها ونفس مكان كده للشوي، بروح مقطعه بصلايه كده شرايح وقرنين فلفل، واروح منزله بيهم مع نص معلقه سمنه كده ورشة ملح ورشة فلفل، وشوحتهم وهدي كده عليهم النار يدبل بس كده معايا الخضار وياخد ريحة كده الشوي. بنقدم الخضار ده كده مع البانيه بتاعنا بيبقى طعمه كده زي العسل. وهنا الرز كان خلاص استوى كده على نار هادية ومفلفل وجميل. هنا البانيه اهوت كنت كل ما اطلع كده من الطاسة اروح مغطياه بورق الفويل كده عشان يعرق معايا ويكون طري ما يكونش ناشف. وبنقدم معاه بقى الخضار اللي احنا عملناه كده في الطاسة، بجد بيبقى طعمه حلو قوي. هنقدم بقى جنب منه ممكن رز اصفر زي ما انا عملت، او مع مكرونة، شوية مكرونة بالصلصة، طبق سلطة اخضر، طبق طحينة، سندوتشات بالعيش كده، يعني اللي انتوا بتحبوه او اللي ولادكم بيحبوه. شايفين قطعة البانيه باين عليها هيت ان هي مستوية ومزبدة كده مش ناشفة، مستوي وطري مع شوية رز كده وطبق سلطة. يعني بجد أكلة مشبعة وأكلة سهلة وسريعة مش بتاخد معنا وقت وصحية كمان كفاية. يعني عاوزين نقلل شوية كده من الدهون والتحمير، نعمل أكل كده هو صحي شوية ومشبع كمان في نفس الوقت. بتمنى الفيديو يعجبكم. لو وصلتم معايا لغاية هنا ما تنسوش اللايك وتعليق حلو، تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وتسعدني. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.